السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ونعاد علينا الأيام بخير يا رب إن شاء الله. هنا بقى فطرنا أول يوم رمضان، وهنعمل معانا كالمعتاد محشي، وهنعمل معانا بط، وهنيجي هنا معانا جبنا الطماطم بتاعتنا. أول حاجة كده نسمي الله، وهنجيب بقى الطماطم بتاعتنا هنضربها كده في الخلاط مع كده قرن شطة حراق مع حتة بنجراية، وهنروح جايين مصفيينها. وهنعمل محشي معانا هنا النهاردة كرنب ومحشي خس، وهنعمل برضو صينية رقاق باللحمة المفرومة. صفينا الطماطم بتاعتنا وجينا هنا عشان نسلق الكرنب، علقنا على مية دوب كده بدأت تغلي، واحنا بنسلق الكرنب في مية من غير اي حاجة خالص، مش بحط ملح ولا بحط اي حاجة. حطينا بقى يعني الكرنبة كده خرعناها كده من قلبها، شلنا كده الراس بتاعتها ورحنا جايين كده هنسلقها بحالها. ودي احلى كده طريقة للسليق، الورق كده ما يتفرفتش معاك ولا يتقطع، وتطلع كده الورقة كده بحالها يعني. طبعا بنخرج الورق نص سوا، عشان لو خرجتيه مستوي قوي والسخونية بتاعة البخار كده بيخليه كده ينهري معاكي، يعني احنا بنخرجه يا دوب كده نص سوا. خلاص كده كنا سلقنا هنا الكرنب بقى، وهنيجي كده نسلق البطة بتاعتنا كده. علقنا على مية غليت، وطبعا منضفاها تنظيفة حلوة، ونقعها بملح بليمون بدقيق. غليت كده غلوة معانا، ورحنا نازلين بقى ببصلاية ونازلين بجزرية كده مقطعينها، ورق لوري عندك، وبصيني حطي عندك برضو حبة هنحطي. وهنسيبها بقى كده مهديين عليها النار تستوي كده مع نفسها. هنيجي هنا بقى عشان نعمل الصلصة بتاعتنا بتاعت المحشي. هننزل كده في حلة بمعلقة سمنة وشوية زيت كده حلوين. ضربنا كده معانا بصلاية كده في الكبة، ونزلنا كده على الزيت كده والسمنة بتاعتنا. هنديها كده تحميرة بسيطة جدا، يعني احنا مش بنحمرها، احنا بيدوب بنخليها بس تدبل معانا. هنا بقى كنا صفينا الطماطم بتاعتنا، هننزل بقى كده على البصل بتاعنا. وهنا كنا قطعنا الورق بتاعنا، وهنا البط كده معلقين عليه. مش هنحط الملح دلوقتي، قال لما يقرب يدخل في السوا، طبعا لان الملح بيعطل سوا البط او الفراخ اللي هي الكبيرة في السن شوية. هننزل بقى بمعلقة فلفل اسود. كده جهزنا معانا الصلصة، وجهزنا معانا الورق الكرنب. هنيجي هنا بقى عشان نعمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة. هتروحي كده حاطة سقطة زيت كده صغيرة، ونازلة عليها باللحمة كده تديها كده تشويحة. هتكوني بقى بشرة معاكي بصلاية، هننزل كده عليها مع التقليب كده شوية. هنسيبها بقى تستوي كده مع نفسها برضو. هنا بقى ايدك شغالة في كل حاجة طبعا. هنا بقى كان الطماطم معانا بتسبكت، حطينا لها بقى شوية الملح. ما بحطش طبعا التوابل دلوقتي الا لما بحط الرز. حطينا بقى الرز بتاعنا، وهننزل بقى معانا بكمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسود. عايزة تحطي شطة حطي، بس انا هنا كنت حاطة قرن شطة محرق كده الطماطم معانا، فمش لازم خالص شطة ناشفة. هنا بقى مقطعين كزبرة على بقدونس على شبت، ورحنا جايين كده منزلين كده على الرز بتاعنا بعد ما شوحناه شوية. بننزل كده بالخضار في اخر حاجة عشان ما يتبلش معاكي ويسود، يعني كوني طفيت النار كده بنروح جايين حاطين الايه، حاطين الخضار. هنا بقى جبنا ورق العيدان كده بتاعة الكزبرة كده، وحطيناه في أرضية الحلة، ما بنرميهاش، بتدي ريحة المحشي جميلة جدا. وهنلف بقى معانا كده المحشي بتاعنا كله كده في السريع، ومعلقين طبعا على اللحمة بتاعتنا. هقولك برضو هنعمل فيها ايه تاني، ناقص لها كده خطوة عليها عشان نجهزها تبقى جاهزة كده للرقاق باللحمة المفرومة. يلا بقى لو انت لسه جديدة في قناتي ولسه ما اشتركتيش فيها، فضلا وليس امرا اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو منزله.
هنا بقى حطينا الملح بتاعنا وحطينا فلفل اسود وحطينا برضو كزبرة، وهنا بقى جينا حطينا طماطمية كده بشرينها وبتدي اللحمة طعم جميل جدا. بشرينها كده بالمبشرة زي طبعا منها القشر. هنا بقى كنا خلصنا المحشي بتاعنا، وجينا هنا بقى عشان نحضر صينية الرقاق. جبنا شوية شوربة بتاعة البط بتاعنا وزودناها كده بشوية مية وحدقناها كده، يعني حطينا شوية ملح، لو هي متحدقة خلاص مش تمام. جبنا صينية ودهناها كده سمنة، وهننزل بقى بالرقاق بتاعنا هنبله كده وهنرص كده في الصينية، ومعاكي طبعا سمنة على زبدة كده مسيحاها في قلب حاجة. لايك بقى للفيديو عشان اللايك بيرفع الفيديو طبعا. ولو انت لسه جديدة ما اشتركتش في قناتي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله قناتي تعجبك. هنبل بقى كده ونحط في الصينية ما بين كل رق ورق بنحط كده شوية سمنة. والنص كيلو رقاق بيتعمل في القارب اللي هو الوسطاني، يعني بتبقى فيه 3 قوارب كده فوق بعض. القارب الوسطاني بياخد النص كيلو رقاق، بتبقى يعني حجمه حلو على تخين ولا رقيق. حطينا بقى نص كمية الرقاق وحطينا اللحمة كده في النص. عندك جبنة موتزاريلا حطي برضو بتبقى جميلة جدا، بس انا هنا ما كانش متوفر عندي. هنروح بقى جايين بقيت بقى حاطين الرقاق برضو رقة كده، ونحط برضو سمنة لحد ما نخلص كده الكمية كلها. طبعا بنجهز كل حاجة كده، يعني بتيجي قبل المغرب بقى بساعة بتعلقي بقى على الرقاق بتاعك، بتعلقي على المحشي بتاعك. هنا بقى كنا خلصنا الكمية بتاعتنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا بقى احنا جايين مقطعينه، جايبين كده بيضة وربينها كده بشعرة فلفل اسود وشوية ملح، ونزلنا كده عليها بكوباية لبن. هنروح بقى كده نازلين على الرقاق بتاعنا. طبعا شغالة الفرن على درجة حرارة 200، تحطها في الرف الأوسط، وتشغلي الشواية فوق يعني شغالي تحت وفوق كده. بقى هندخله الفرن. هنا بقى المحشي بتاعنا طبعا سخنا الشوربة بتاعة البط وهي دسمة جدا وبتدي طعم جميل قوي للمحشي. ورحنا جايين بقى هنسقي المحشي بتاعنا نعلق عليه. طبعا الصابع الاولاني كده بيكون يعني ظاهر كده، ما بنغطيهوش عشان ما يبقاش المحشي معجن معانا. ونفس النظام برضو ورق الخاص كده. وكده اكلنا يكون انتهى، وبنغرف الاكل بتاعنا. عملنا بقى الرقاق وعملنا محشي وعملنا بط. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا الايام بخير ان شاء الله. عملنا بقى تمر معانا وعملنا عصير. وده كده المحشي بتاعنا ما شاء الله، يعني صابع من صابع كده جميل جدا. ومحشي الخاص برضو حاجة كده ما شاء الله، يعني جربيه لو انت لسه ما حشيتهوش ولا جربتيه هيعجبك قوي يعني. وهنا بقى البط بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم في